السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في رمضان يا رب. احنا في العشر الاواخر. ما تنسونوش في الدعاء لو عجبكم الفيديو. المقادير والمكونات هنا اساسية. انا هستخدم نوعين من الفاكهة هنا علشان اعمل كوباية الكنافة بالمانجا وكوباية كنافة بالموز. المكونات اساسية، وتقدري طبعا على حسب المتوفر عندك واللي انت تحبيه من انواع الفواكه تغيري على حسب المتواجد عندك يعني، واللي تحبيه انت وافراد عيلتك. اساسي عندي هنا اول حاجه معايا هعمل الكريمه. معايا كوبايه من الكريم شانتيه، انا بستخدم هنا كريمه المتحده، وكوبايه ميه متلجه، ومعايا 3 معالق صغيرين هرميين من الباستر كريم. وممكن تقولي لمحل مستلزمات الحلواني عايزه كريمه لباني او باستر كريم، المتوفر يعني. هي بتديكي قوام وغنى حلو قوي في الكريمه وطعم ولا اروع. الكريم اللي انا استخدمته النهارده يا جماعه كريم شانتيه بالسكر، ومع ذلك انا هزود معلقتين سكر لان مش هحط سكر في الكنافه خالص غير في الكريمه. ضربتها هنا كان قوامها تقيل زي ما انتم شايفين معايا كده. انا زودت كوبايه من عصير المانجا البيور، حطيت رشه بسيطه من لون الطعام اللي هو غروب الشمس او الزعفران، وبعد كده حطيتها مع الكريمه وضربتها وحطيتها في التلاجة. وهنا معلقتين من السمنه البلدي او اي سمنه متوفره عندك، المهم يكون طعمها حلو. هكسر الكنافه، نص كيلو كنافه انا كنت مبيتاه في الفريزر يتجمد معايا، وبكسره بالشكل ده لحد ما ينعم. وتقدري تستخدمي الكب عشان تسهل عليكي واسرع. طبعا الحبات اللي زي كده لازم اشيلها. جبت معلقتين من السكر المطحون وهقلبهم مع الكنافه، و3 معالق من السمنه. انا دوبتهم كويس وهبدا افركهم كويس مع الكنافه لحد ما لونها يبقى متواصل. هنا بوريكم الكريمه بعد ما انا زودت كوبايه العصير المانجا وحطيتها في التلاجة طبعا. هنا بقى الكنافه بعد ما دخلتها الفرن، وكل شويه من وقت للتاني بدات اقلبها لحد ما وصلت اللون الذهبي الجميل ده. وتقدري تغمقي شويه لو حبيتي. بوزعها على الاطباق. الفرن بيبقى شغلاه من فوق ومن تحت، وبقلبها كل دقيقه تقريبا. هنا بقى طلعت الكريمه وحطيتها في كيس حلواني زي ما انتم شايفين كده، وبدات اوزع طبقه من الكنافه وطبقه من الكريم شانتيه لحد ما اخلص الاطباق اللي عندي كلها كده بالشكل ده. وطبعا اراعي ان يكونوا متساويين من على الاطراف علشان خاطر يبان طبقات الكنافه والكريمه معايا في الطبق. وبعد كده هرش رشه بسيطه قوي من الكنافه على وش طبقه الكريمه دي، وابدا في توزيع المانجا. الطبقه دي الهدف منها ان هي بس تمتص السوائل اللي ممكن تنزل مانجا، لان المانجا دي كانت متفرزه عندي، فلازم احط الرشه اللي هي قبل الكريمه دي عشان ما تسيلش الكريمه معايا. بعد كده بدخلهم من التلاجة يبردوا معايا شوية ويبدأوا يطبقوا مع بعض كده، والكريمة تبقى مظبوطة مع الكنافة. وبعمل هنا شوية، أخدت كيس من جيلي دريم بالمانجا برضو، وحطيت عليه كوباية مية مغلية، ولما هديت زودتها كوباية مية باردة. وبعد كده بدأت ألمع بيه المانجا من فوق، ولو حابة أزود شوية مفيش مشكلة، أنا زودت شوية في بعض الأطباق. وهنا زينت برضو بالموز، استخدمت الموز برضو مع جيلي المانجا وكان طعمه جميل جدا يا جماعة، جربوه. وفي النهاية رشة بسيطة كده من الكنافة مع روزيتا كده من الكريم شانتيه، وده كان شكل الطبق النهائي. ده لسه كده وانا لسه بزينه يعني، ما دخلتوش التلاجة بعد ما خلصت، لسه دخلهم التلاجة بقى بعد ما خلصت. وبتطلع قبل الفطار مباشرة يعني. جه ميعاد الفطار فطرنا في تقديم الحلويات قبل الاكل على طول يعني، ما طلعش قبل كده عشان الكنافة ما تريش معايا. دي نتيجتها. ولو كنت وصلت معايا لحد هنا في الفيديو والفيديو عجبكم، ارجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسونيش في دعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع وصفات من مطبخ اميره. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.